قصة اختفاء الأسطول المصري اللي خلى فرنسا وإنجلترا تخاف. كان يا مكان، مش من 1000 سنة، لأ، من أقل من 200 سنة. كان في أسطول مصري مرعب، عدده بالمئات، مجهز بأحدث المدافع والسفن، وبعد لحظة واحدة اختفى من على وش الأرض. الأسطول ده كان سبب رعب للإنجليز، وصداع في دماغ فرنسا، وتهديد مباشر للسلطنة العثمانية. بس فجأة اتحذف من التاريخ، كأن مفيش حاجة حصلت. ازاي حصل كده؟ وليه محدش بيحكي الحكاية دي؟ وايه علاقة محمد علي باللي حصل؟ محمد علي باشا الراجل اللي جه على مصر سنة 1805 وقرر يبني دولة على مزاجه، مش على مزاج السلطان. بدأ من الصفر، وبدل ما يشتري ولاء العثمانيين اشترى الزمن وكسب العقول. وفي أقل من 30 سنة بقى عنده جيش حديث ومصانع ومدارس ومستشفيات، وكمان أقوى أسطول بحري في الشرق كله. الأسطول المصري ما كانش لعبة، أكتر من 100 سفينة و400 مدفع، آلاف من الجنود البحارة تحت قيادة ضباط مدربين في فرنسا. والكارثة إنهم ما كانوش بيحموا بس، لأ، كان بيهاجموا كمان. سيطروا على سواحل سوريا وهاجموا قبرص، وكانوا على بعد خطوة من غزو اسطنبول نفسها. فرنسا وانجلترا بدأوا يتوتروا، ازاي مصر اللي كانت ولاية تبع العثمانيين بقى عندها اسطول أقوى من السلطان نفسه؟ الإنجليز بدأوا يفكروا، لو محمد علي قدر يسيطر على البحر المتوسط يبقى سيادتنا في خطر. وفرنسا كمان كانت بين نارين، تدعمه ولا تخاف منه. وفي سنة 1840 جه الأمر الأوروبي المفاجئ، لازم محمد علي يتخلى عن الأسطول بالكامل. وفعلا اتحاصر وتهدد، واضطر يسلم الأسطول المصري للعثمانيين بأوامر من إنجلترا وفرنسا. وفي لحظة أكبر قوة بحرية في المنطقة اختفت، مش بس من البحر، لأ، كمان من كتب التاريخ. ليه محدش بيحكي القصة دي؟ يمكن عشان فيها دروس تقيلة عن السلطة والخيانات واللي بيكتبوا التاريخ، بس الحقيقة هتفضل باقية. في مراكب غرقانة تحت المية، وفي أوراق تقيلة ما اتقرتش من سنين. ودي كانت قصة اختفاء الأسطول المصري. ترند اليوم، احنا بنحيي التاريخ اللي نسيه الزمن.